ردوا بالكم يدخل هذا الصباط للجزائر وتشريوه. هذا الصباط اسمه حذاء الماعز ولا حذاء البافوميت. دوك نقول لكم شكون هو البافوميت. الحاجه الاولى ديروا في بالكم صاور المقطعين اللي خرجتهم هي ماسونيه، وهذا الصباط اللي خرجوا تانيك ماسونيك، ويخدموا هذو لي موديل سبيسيال العرب على بالهم باللي يلبسوه غير يتبعوا. ضحكتوا وتمسخرتوا كتير بس خلص صار لازم هذا الشوز يدفع حاله، شكله غريب صح؟ الحاجه الاولى هذا الصباط اسمه حذاء الماعز. الماعز عند الماسونيين ولا اللي يعبدوا الشيطان حاجه بزاف كبيره. يقول لك الشيطان اليوم يعبدوه فين، نهار يحبوا يشوفوه يتشكل لهم على شكل الماعز وعطيه له حتى اسم الاله البافوميت. فهمتوا علاش قلت لكم بالكم تلبسوه؟ حتى اذا ما قدروش يحاربوكم في يديكم ديريكت، رايحين يخلوكم تلبسوا عفايس تمجدوا بهم الشيطان وانتم ما الاخبار. المهم هذا الصباطه ودخل عند العرب قال لك هذه هي لا موضه، وباش يخليوه يمشي والناس تسمع به رايحين باينه كالعاده يستعملوا فنانين ولا مؤثرين عرب، هكا اللي تبعهم راح يشريه بالسر. لو دخلوا جحر ضبا لدخلتموه. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بجحر الضب. لماذا؟ لشدة ضيقته وردائته ونتن ريحته وخباثته. فعلا الحديث هذا يعني دلالة على وجوب الحذر من مشابهة أعداء الله. من هم أعداء الله؟ الكفار، الغرب. وسبحان الله نبي الله صلى الله عليه وسلم عنده علم بما سيفعلونه الأمم الجاية، لذلك ضرب هذا المثل اللي احنا فعلا حاليا قاعدين نخوض فيه. لكن قبل كل شيء نتفق إعادة نشر الفيديو لأنه بإذن الله المقطع فائدة في فائدة.